السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. اكتملت الخطة تهجير الفلسطينيين، الموضوع المتعمد واللي مدروس 100%، واللي ادت له فرصة مصر واللي ادت له فرصة أمريكا. احنا نشغل العالم في الإخوة العرب اللي قدموا هدايا لترامب و... و... وترامب بيهاجم إسرائيل وضد إسرائيل وضد تهجير الفلسطينيين، ويطلع السيسي علينا يعمل نفسه البطل المغوار، احنا ضد التهجير وضد 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 وضد، والموضوع كله ملعوب ومفجوس. يعني دلوقتي حشدوا اكتر من اكتر من نص الغزاويه، يعني اكتر من مليون الحدود المصريه الفلسطينيه بحجه توزيع المساعدات، ومفيش مساعدات. المساعدات دخلت ما بتوزعش، اولا من ناحيه عدد اللي بيوزعوا، من الناحيه التانيه اصل الحقيقه ما توزعتش اساسا. خلى طبعا حصل هجوم من الناس، طبعا هاجت وماجت، طبعا ناس مقادله شهور ما بتاكلش، واي حد مكانها هيعمل اكتر من كده، ممكن في اي لحظه يقتحموا الحدود المصريه ويدخلوا. وطبعا احنا كمصريين طبعا كاخوه عرب مش هينفع نمد ايدينا عليهم ولا ينفع نضربهم، هم على عيننا وعرسنا طبعا ينورونا في اي وقت. لكن الموضوع المتعمد والموضوع المقصود والهدف الاساسي مصر مش فلسطين. ما فكرتوش لحظه ليه اشمعنى الحدود المصريه، اشمعنى غزه؟ هي فلسطين دي غزه بس؟ فلسطين دي ما كذا ولايه ولا كذا محافظه زي ما بيسموها عندهم، معرفش اسمها ايه، كذا محافظه. اشمعنى غزه بالذات اللي شغل الاسرائيليين عليها؟ اشمعنى؟ لانه مع الحدود المصريه، هم قاصدين مصر، هم قاصدين مصر مش قاصدين غزه. هم بداوا بس بالطرف الضعيف، بداوا بيه لغايه ما يدخلوا عندنا، والحمد لله سينا مستنياهم وواسعه والحمد لله وفاضيه، ويفضلوا الغزاويه بقى عن طريق برضو زي ما عملوا الخطه ديت ان هم يخلوهم يدخلوا يهجموا كده ويدخلوا على الحدود المصريه. يعني انت يا سيسي مش قادر تدخل يعني انت ضعيف، شخصيتك ضعيفه للدرجات انك انت مش لا تملك انك انت تدخل، مش قادر تدخل مساعدات عن طريق الطيران. طب ما الطيران الصيني دخل عن طريق الحدود بتاعتك ورمى لهم مساعدات، وده لا فيه اختراق، لا فيه خرق لاتفاقيه كامب ديفيد، ولا فيه اختراق للمجال الجوي الاسرائيلي. يعني مفيش اي خطوره عليك لو فعلا عايز تساعد فعلا، وفعلا واقف مع الفلسطينيين زي ما بتقول، مش كاش تمثيليه. يعني لما اتكشفت جو الدول العربيه سابتك ورمتك رمت طوبتك، وحبيت تعمل فيها انك انت البطل القومي قدام الشعب المصري، انك انت اللي واقف في صف غزه. لا، اقف في صفهم الناس، دخل لهم المساعدات اللي عفنت بره الحدود ادي كذا شهر مستني ايه؟ ما دخلتهاش ليه بالطيران؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ماشي، انت كده كده هتقول طب والناس اللي يقول لك احنا مالنا ما تولع غزه ما تولعش غزه، واحنا خلينا في نفسنا واحنا مش عايزين ندخل حرب. طب ما انت كده كده ما عملتش حاجه اصلا، انت ما عملتش حاجه للفلسطينيين، وبرضه واتجاب عليك برضه، وبرضه طالعه اسرائيل برضه تقول انك انت خرقت الاتفاقيه، وبتقول مصر ان اسرائيل برضه بيقول انكم انتوا بتعملوا مناورات برضه، وان الجيش المصري بيستعد لنا وبيعمل لنا وما اعرفش وعامل ايه وايه وايه. يعني انت ما انتش في منع عن الاتهامات، كده كده اتهمت كده كده اتهمت. ليه اقل شيء بسيط؟ ليه ما دخلتش المساعدات الا اذا كنت انت فعلا باتفاق مع اسرائيل، فعلا الخطه دي منهجه وخطه معموله ان يوصل للغزاويين للمرحله ديت انهم يخشوا يقتحموا الحدود المصريه. المخطط المعمول عشان خاطر الحرب بيننا، وبعد كده يبقى في مواجهات بقى عن طريق الحرب بيننا وبين اسرائيل. لسه في حد تاني بيدافع برضه ويقول مالناش دعوه بفلسطين؟ عرفت الموضوع مش ازاي؟ عرفت السيناريو اللي محطوط لمصر ازاي؟ وانتظروا بقى في الايام القادمه، الله اعلم هتعدي على خير ولا مش هتعدي على خير. تحترموا عقول الشعب المصري، الشعب المصري كله فاج وعرف الخطه الممنهجه المعروفه لاحتلال مصر مش احتلال فلسطين. يا جماعه فلسطين دي ما هي الا بوابه لعبور اسرائيل لمصر، ما هي الا بوابه لعبور اسرائيل لمصر. فوقوا لوجه الله، فوق يا شعب مصر، فوق يا جيش مصر، فوق. ما تخلوش العميل ده يلعب بيكوا ويضيع مصر. مش مصر لو ضاعت ملوش لازمه. شعب بلا وطن ملوش اي لازمه. كفايه لحد كده الموضوع مكشوف على الاخر، وناس بتجي تهات وتقول يا جاي يا ولاد التهجير هيحصل، ومحدش كان مصدق. اديكوا شفتوا بعينكم اللي حصل النهارده ايه على الحدود، اديكوا شفتوا ايه الموضوع اللي مخطط له ازاي.